قلت لك انا رحت لقسنطينه، ناسها جايين عنصريين شينين ما يبقوش كاع البرانيه صاحبي. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم كامل ملاح. هذه الهضره اللي قلتها في بدايه الفيديو ما كاش كاع منها، العكس تماما. والموضوع تاعنا اليوم حساس بزاف، واللي هو العصبيه الجهويه. اغلبنا ما نعرفوش بلادنا، هذا على تلقانا نتنمروا على بعض ونضحكوا على بعض ونقولوا هذا عروبي كلاونا العروبيه، وهذوك من الصحراء وهذو زواوه وهذو من الشرق. بصح العكس حاجه مليحه يكون عندنا هذا الكم من الاختلاف في البلاد تاعنا. تاع التل يقول لك صحاب الصحراء شينين، وتاع الصحراء يقول لك صحاب التل شينين، وهذه هضره فارغه وبعيده عن الواقع تماما. رانا كاع كيف واي ولايه تروح ليها ناس ملاح وكرماء، ومن طيح في موقف موش مليح معاك كاش واحد حاول ما تحكمش عليه، ممكن مريض ممكن عنده ظروف، خاطر كل واحد راه يمثل روحه فقط. واي بلاصه تروح ليها راه فيها ايجابيات كما فيها سلبيات، فيها المليح فيها اللي ماشي مليح. وكما قلت الاختلافات هذه في المجتمع تاعنا راها نعمه ومصدر قوه وتطور اذا كان بعيد عن التعصب والكراهيه بيننا. هاد العفسه عباك تلقاها عند واحد الفئه اللي ما يدوروش قاعد في الولايه تاعه، ما شافش كاع بلاصه واحده اخرى. هي لازم تتحرك خاطرش هكا تديكوفري بزاف صوالح. وكما على بالنا بلي الجيري راهي بلادنا كاع، سما اي بلاصه تروح ليها ولا ولايه راك في بلادك، ما كاش اللي ساهل كاع. وكاينه واحد النقطه ما تحشمش تهضر بلهجتك، واذا بقيت ثاني تهضر بلهجه تاع كاش ولايه واحده اخرى ما كاش اللي ساهل. خاطر اللهجه ما هي الا وسيله تواصل، تسمى اللهجه اللي تساعدك وتنجم توصل بها الفكره تاعك اهدر بها، هذا تمشي بها. هذه خوتي، هذه هي الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نكونوا استفدنا كاع. والعطر تاعنا اليوم هو كسيرجو في ناكسوس، راه متوفر عندنا، بس تضربوا طلع في الكونت انستغرام تاعنا سي فار بارفيوم. ومرحبا بكم خوتي، وصحه فطوركم.